ناس اف ام، ناس اف ام، ناس اف ام. كل مقومات الطرب موجودة لديه. يملك صوت جميل، صاحب طلة جميلة على المسرح، متميز ومبدع في الغناء الشعبي، ملحن وله أكثر من 30 أغنية خاصة، 80% من أغانيه من ألحانه. إنه المطرب محمود بدوية. أهلا وسهلا محمود. تحياتي لك أخ وليد ولكل مستمعينا، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز على برنامج غني أونلاين في راديو ناس. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. تحياتي إلى ولجمهورنا الكريم. أنت أشرت إلي كمطرب شعبي. أيوة، أنا لم بلاقي فكرة يعني خلينا نقول تستجذبني. فكرة جميلة في إطار الشعبي، في إطار الشعبي يعني، وبتلاقي استحساني مش غلط يعني. أكرس كل وقتي أسجلها وأعملها توزيع جميل. أنا بذكر يعني خلينا نقول عملت 6 أو 7 أغاني، وفي 98 في أغنية أو خلينا نقول موضوع لاقى نجاح باهر، اللي اليوم فيش ولد صغير بعرفش الأغنية، حي الضيوفي. يا هلا حي الضيوفي. اللي كتبها الشاعر أبو عابد ابن الفراديس. هاي سبقتني في عليها سؤال خاص. هاي انت اليوم هو شوية مريض، نتمنى له الصحة والعافية يا رب. فالموضوع أنا أعتقد أنه جدا كبير ولاقى استحسان ونجاح، وأنا من خلال هذا الموضوع برضو طلعت اشتغلت في كثير من دول أوروبا. حلو. أغنية من خلال موضوع حي الضيوفي فتح قدامك أبواب. صحيح. الشغل. يعني أنا سأفهم منك أنه أنت عم بتعمل أعمال إلك، أغاني إلك، يعني مش لمجرد انه انا مطرب بس بدي اخلي رصيد الي. انت عم تشتغل فيهن بالسوق بالحفلاتك اليوميه اللي بشغلك اليومي. يعني انت عم بتطبق هاي الاغاني، وانت عمليا قدام جمهورك اللي عم بتحافظ انه انا عندي جديد. انا كل سنه اتوقعوا منه إشي جديد الي. انت اصبت الهدف. انا كمطرب شعبي، احنا تخرفنا قبل البرنامج انه يعني خلينا نقول بين قوسين احنا بنحب الشعبي. ايوه، بس بالاخر الاشي انفرض علينا. مظبوط. فهمت عليك. يعني نحن نتقن اللون الطربي واللون الكلاسيكي واللون السريع. أيوة. والاغاني الجديده. ايوه، بس الشعبي لاني انا ابن المثلث. أيوة. انفرض علي اللون. لا مش هي لا الموضوع. أنا خلينا يعني مش معنى انه مطرب شعبي يعني بيعرفش يغني شيء تاني. يمكن كترة اغانيه بهذا اللون، ستايله بهذا اللون، اما مش معنى انه بيعرفش يغني كلاسيكي ولا طربي. لا انا خلينا اكمل لك فكرتي يعني. اوصل لك الفكره تبعتي. تفضل. فالاشي انفرض علينا. مزبوط. يعني احنا ربينا على اللون الشعبي. ايوه. فانا اليوم لما بدي اطلع على المسرح اكتب اغنيه او حدا يكتب لي اياها اغنيه شعبيه، المفروض ايش؟ اني اغنيها للعريس. ايوه. ولاهل العريس. ايوه. وكل الموجودين ينبسطوا فيها. صادفتك مره يعني غنيت غنويه وتعبت عليها وما لقيتش استحسان ناس؟ اكيد ممكن طبعا. بس الاكثر ايش؟ يعني انا كنت اغامر على بعض الاغاني يعني في اغنيه اسمها ست الحسن. ايوه. يعني خلينا صريحين يلا. هات نشوف. ست الحسن انا نزلتها بال98. بعدت فيها البلدان. التوقيت تبع تنزيلها للسوق ما كانش مناسب. ليش يعني؟ 99. لانه بعد شهرين صارت الانتفاضه الثانيه. طب هذا شيء مش بالايد. فالشيء ما لقاش يعني. مع انه تعبنا ووزعناها واشتغلنا عليها بشكل جامد كمنجات قل لي، صارت معك محمود انه غنويه اجت الفكره وتساوت وخلصت بنفس الليله وغنت بعرس، او بلاش نفس الليله ثاني يوم، يعني اشي بدون ما تستنى تتسجله وتتعب عليه، طلع هيك تلقائي؟ تلقائي لا، في خلينا نقول خلال اسبوع. مش تلقائي على المسرح يعني قبل بيوم، خلال اسبوع. الاشي انا كنت براهات، كنت بعرس، في الي صاحب قال لي انا في عندي فكره متجوز ولا عزابي ولا متجوز. ايوه. شو رايك نعملها هيك وتغنيها الاسبوع الجاي فرحي؟ قلت له انا بروح الدار، اعطيني 2-3 من الاسبوع الجاي عندكم. في غناوي هي محاورة بين عزابي ومتجوز.
ايوه اللي اجت الفكره من واحد قبل ما كنا قبل ربع ساعه انه واحد مرة تكلف في عندي فكره متجوز ولا عزابي ارجع لي بالعرس كاتب لي عليها كلام وملحن وغني لي اياها. موجوده طبعا باليوتيوب موجود. طبعا. طيب يلا نقدر نسمعها. متجوز ولا عزابي عزابي ولا متجوز متجوز ولا عزابي عزابي ولا متجوز متجوز مجمل حياتي مكيف ما بين وليداتي بسهر مرتاح بحياتي ماشي ومريح أعصابي متجوز ولا عزابي هذا المتجوز مسكين ربع الجيزي محكومين بتأخر بعد الثنتين بتسكر له البوابة متجوز وراسي هادي فرحان وعود ولادي ببلزم نسهر بنادي بسهر مع أهلي وأحبابي متجوز ولا عزابي عزابي داير بتصبب بلعب في اياتا ملعب بركب في اياتا مركب لو بالشيليرة بزيابي جوز ولا عزابي عزابي ولا متجوز. يسلموا شكرا كتير يسلم هالتوم يعطيك العافية. شكرا لك محمود حبيبي. في لك أغنية اشتهرت كتير وكل البلاد عندنا سمعتها وحتى بريت بلاد سمعوها اللي هي بس ما اشتهرت باسمك ما اشتهرت بصوتك مع انه بالعلم هي إلك. احكي لنا عنها شو الغنوية وبصوت مين اشتهرت؟ انا اعتقد انه في شوية هيك غبرة بدنا نلمعها. اول شيء عشان اوضح اشتهرت بصوت مطربنا ماهر حلبي اللي هي انت بتقصد عن حي الضيوفي. يا هلا حي الضيوفي. شو قصتها؟ حي الضيوفي هي كلام او فكرة الشاعر ابو عابد اللي بنوجه له تحية عبر الاثير. وان شاء الله انه الله بيشفيه ويقيم بالسلامة ويطول بعمره امين يا الله. فكرة وليدة عام 1998 ايوه. كنت انا وياه حفلة في ام الفحم فكان في عندي فكرة جديدة. طبعا كنت انا متعامل معه بال97 اعطاني 5 اغاني شعبية وبال98 كان لي في عندي فكرة جديدة انا اعتقد انها بتلاقي نجاح. قلت له تفضل عم ابو عابد. قال يا هلا حي الضيوفي بالرماح وبالسيوفي. قلت له شو رايك نجربها الليلة بالحفلة على المحل. هيك عملنا لها لحن خفيف. هو لحن لسه مشهور اللحن الدارج طبعا. فعلى المحل احنا كل هاي انا كاتب لها 16 بيت حاليا الليله بنغنيها مع بعض. انا كتبت الازمه وكتبت اعطاني 16 بيت ايوه بنفس الليله. صار كل مقطع انا كل مقطع فلاقت استحسان ونجاح باهر في الحفله نفسها. ايوه. انا سجلتها بعد بسنه يعني اشتغلت بها الموسم الأعراس. اشتغلت غنيتها بغير هاي الحفلة. وسجلتها بال99 نزلتها شركة ليزر وشركة ماستر كاسيت. طيب. طبعا انتشرت في بالمثلث وبالضفة وبأمريكا عن طريق الليزر كاسيت. هذا أي سنة كان؟ ب99 بهذا الوقت كان حدا غناها غيرك؟ ما كانش. لحد سكنه لحد هذا الوقت كانت الفكرة لأبو عابد واللحن خلينا نقول لحن شعبي يعني دارج. لحن شعبي ولاقت استحسان وانتشار كبير جدا وبعد غناها كثير من المغنيين. اذا بدك اذكر اسامي بذكر. لا الكل الكل غنوا انا بعرف. كثير اليوم في شي ولد بيعرفهاش لا الكل غنوا انا بعرف. وانا اعتقد انه ماهر حلبي غناها بال96 بال2006 2007 مزبوط. انا بعرفش اني سنه بس انا بعرفش جديد غناها 2006 2007 بعرفش ابصر اني سنه بس نقول يعني بعد 7 سنين 8 سنين. وغناها بإيقاع بلدي طبعا مش بالرتم السريع اللي غنانا احنا. ايوه مزبوط. لا انا كيف بعرفها هيك. لا نفس اللحن بس الرتم اللي احنا سويناه الرتم الدارج تبعنا هو الرتم سريع. انا بعرفش كيف كانت كيف اصلا. هات سمعنا مقطع منها كيف انت سويتها. يا هلا حي الضيوفي بالرماح وبالسيوف. يا هلا حي الضيوف
بالرماح وبالسيوف، يا هلا بعريس الزين انت بالكرم معروفة وياه. في غناية كتبها الشاعر وائل ابو العم اسمها قديش قلت لك يا جمال الديري، سلم على اهلي وعلى كل العشيرة. الله بيات عم احمد. قديش قلت لك يا جمال الديري، سلم على اهلي وعلى كل العشيرة. قديش قلت لك يا جمال الديري، سلم على اهلي وعلى كل العشيرة. دخلك داخلك هي يا طير الطاير، سلم على الحارة وعلى كل البلاد. يا طير الورور يا طاير بالوادي، سلم على اهلي وسلم لي عالديرة. قديش قلت لك يا جمال الديرة، سلم على اهلي وعلى كل النصراوية عالخيل الأصايل. الله الله. يا خيل الدوم بالساحة بتخايل، عظهور الخيل فوارس أوايل، حب وحرارة ووطنية وغيره.